ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا، ازيك يا دكتور رحاب؟ يا رب دايما بخير. احنا حابين نبدا الحلقه كده بانك تعرفنا بنفسك. بص يا ستي، انا اسمي احمد حليم، رئيس الجمعيه المصريه لزراعه الاسنان، خريج جامعه اسكندريه دفعه 94. اتجهت لمجال دانتال امبلانتس من زمان جدا، ده ماي باشن والحاجه اللي انا بحب اعملها. ودرست خدت الماسترز بتاعتي في جامعه في اسبانيا اسمها جامعه اشبيليا او سيفيل، وبقالي حوالي 14 او 15 سنه مش بشتغل غير بس دانتال امبلانتس، عشان دي الحاجه اللي انا بحبها، وعيادتي في اسكندريه. جميل. ده ياخدنا بقى السؤال، دايما الواحد بيختار التخصص اللي فيه حاجه مرتبطه بالكاركتر بتاعته او بشخصيته كده. ليه بقى الدنتال امبلانت؟ مش عارف. بس انا اول ما اتخرجت من الجامعه كان دانتال امبلانت من الحاجات الغامضه. لسه مجال جديد. لسه ستارتنج ومش عارفين هو ايه، واقرا كده في دانتال امبلانت في حاجه كده. حبيت المجال جدا. كان صعب طبعا ان انا اتعلمه، ما كانش حد بيعلمه وما كانش حد عنده النولج، وما كانش في انترنت بقى زمان والكلام ده. انت متخيله انا اول امبلانت ركبته سنه 98، الانترنت اللي هو كان دايل اب 0 3 ساعات في الاعلان، 0 3 ساعات 5000، وبعدين تسمعي بقى حاجات غريبه كده، ما كانش في انترنت يعني. كان عندي سنتين وقتها فمش قادره اريليت للكلام ده. ما تكبرنيش قوي كده. يعني كان تشالنج حلو وحاجه جديده، لان كنت عايزه اتميز في حاجه غير الناس التانية. فبصيت كان قدامي الأورسو او الامبلانت، ما حبيتش الأورسو، بدات ادرس فيه شويه وجبت كتب وقريت، ما لقيتش نفسي فيه، حبيت الامبلانت اكتر. بدايتك بدايه دراستك في مجال الامبلانت كانت من خلال ايه بقى؟ الماسترز ولا اخدت كورسز الاول، ولا الموضوع بدا ازاي؟ هقول لك، انا البدايه حاولت اعمل ماسترز في الكليه عندنا، بس خلصت الفيرست بارت وجزء كبير من السكند بارت، بس حصلت مشكله كده بيني وبين بعض الناس في الكليه فما كملتش. وبعدها قلت خلاص انا هروح اعمل اورسو بلاها الامبلانت خالص، لان اكتشفت ان كان الموضوع صعب ومحدش يعني عايز يتقفل على الامبلانت. رحت في جامعه طنطا، بدات في اورسو زي ما حكيت لي كده، ما لقيتش الموضوع عاجبني. فكانت البدايه طب اتعلم ازاي، فرحت كده راسلت شركه في انجلترا في امريكا، وبدات استورد منهم زراعات، واروح اقف مع الدكاتره وهم بيركبوا الزراعات، على اساس ان انا جايب له الكيت وانا الراجل بتاع الشركه عشان اتعلم بيعملوا ايه. ويجي دكتور يقول لي طب انا ما اعرفش احط الزرعه، اقول له طبعا انا هحطها لك وبتاع واجرب. فجت الموضوع ترايلز اند ايرورز لغايه لما الجماعه بتوع الجامعه في اسبانيا دول اللي هم جامعه اشبيليا تعرفت عليهم بالصدفه، وجابوا لي سكولرشيب الحقيقه، لان كان غالي قوي الماسترز. عملت مرتين دبلومه عندهم، ما قدرتش اكمل. انت بتعملي اول سنه دبلومه وبعدين تدفعي الفيزا عاليه قوي تاني سنه عشان تكملي ماسترز، فانا مرتين اعمل دبلومات وما لاقيش معايا فلوس اكمل. بعد كده بقى عملوا لي سكولرشيب وخدت ديسكاونت كبير قوي، فقدرت الحمد لله اخلص، وده كان فرق معايا جدا موضوع الماسترز ده، اتعلمت فعلا. كلام جميل جدا. طيب بما ان بقى دلوقتي الامبلانت بقى ترندي جدا، بقت البيشنت نفسه بقى هو عايز يروح للامبلانت اكتر ما يروح لحاجه زي البريدج او كده، ايه بقى التحديات اللي بقت موجوده في السوق ده؟ سواء يعني على مستوى الدكاتره نفسهم، او على مستوى ان انا اقنع المريض ان هو سواء الدكتور يدرس المجال ده، او ان انا اقنع المريض بزراعه الاسنان. طيب خليني اقسم السؤال بتاعك او اجابته لجزئين. الجزء بتاع المريض الاول، لان هو ده الاهم، هو ده انا ممكن ابقى بعرف بس مفيش مريض. بالظبط. زمان انا كنت باخد وقت طويل جدا عشان اقنع المريض بلاش ابرد لك سنانك، انا هعمل لك امبلانت، وطبعا امبلانت اغلى. لحسن الحظ دلوقتي البيشنت بيجي لا ما تبردليش سناني، انا عايزك تعمل لي امبلانت. حتى بيبقى في حالات المفروض مش نافع امبلانت، فخلاص هعمل لك بريدج. لا يا دكتور، انا جاي لك عشان انت هتعمل تعمل امبلانت. فالبيشنت بقى اوير جدا بالموضوع ده. المشكله بقت في الكوست بالنسبه للبيشنت، التكلفه عاليه، ومش التكلفه دي موضوع مشكله كبيره. هياخدني بقى للجزء الثاني بتاع الدكاتره، الاندر استيميشن للدكتور للشغل بتاعه. انت دايما اقول الكلام ده في اي كورس او في اي محاضره، علشان تتعلم امبلانت النهارده انت دفعت فلوس كتير جدا في الكورس، وبعدين عندك ليرنينج كيرف بيعلى. انت مش هتخرج تبقى بروفيسور، لا انت هتتعلم وفي ميستيكس وهتتعلم من الاخطاء، ففي ليرنينج كيرف زي اي حاجه تانية بيكلف فلوس كتير. فالنهارده الدكاتره اللي بيعملوا اندر استيميشن، التشالنجز اللي عندنا هنا في مصر بتاعه الماتيريال والاكويبمنتس وكل الكلام ده بقى، الاسعار اللي بتتغير.
لا وهو الدكتور بيقلل جدا في الاستيميشن. يجي ياخد مثلا، هقول لك ارقام وهميه كده، يشتري الزرعه ب 1000 ويروح يحطها ب 1200 علشان يبقى يقول لك انا كسبت 20%. لا، على راي الريل ما بتتحسبش كده يا صاحبي. فدي اكبر تشالنج. ما اقدرش اقول ان نوعيه الزراعات في حاجات وحشه وحاجات حلوه، لا سو فار المشكله ما بتبقاش في نوع الزراعات. الدكتور لازم يبقى عنده نوليدج كويسه جدا عشان يعرف يركب الامبلانت، وما يقللش من قدره في الشغل، بالعكس خد حقك في الامبلانت. جميل. طيب احنا بقى دلوقتي في 2023 وزمن التشات جي بي تي، مش 2024 يعني؟ 2024 صح. 2024 وزمن التشات جي بي تي والترندز بقى اللي قاعده بتطلع. فدكتور السنان دلوقتي بقى مهدد بقى بالحاجات زي الروبوتك سيرجريز والاي اي والكلام ده كله. شايف المستقبل ده ازاي، او ازاي ممكن يأثر على دكتور السنان؟ هقول لك حاجه، احنا بعيد قد ايه من الحته دي؟ لا انت كده لما تساليني سؤال احنا بعيد قد ايه، الناس هتزعل مني لما اقول احنا بعيد قوي قوي قوي. وان كان بصراحه في ناس بايونيرز هنا في مصر بيحاولوا يخلونا نلحق بالموضوع ده، بس ستيل احنا بعيد قوي. بس الحاجه اللي تطمن دكاتره السنان كلها اني ما اعتقدش في الزمن اللي احنا عايشين فيه واحنا بنشتغل دكاتره السنان هيجي اليوم اللي فيه روبوت هيعمل حشو الدكتور او يزرع له. لا، اقدر اقول لك ان الحاجات دي هتبقى عوامل مساعده للشغل بتاع الدكتور، مش يعني هتسهل الدنيا. جايدنس بالظبط. لكن لا يعني اقول مثلا ان في 5 6 سنين 10 سنين اللي جايين مش هيحصل ابدا ان روبوتك او روبوت هو اللي يقول لي اقعد يا احمد على جنب عشان انا اللي هركب الزرع. برضو خليني اسالك نقطه، ازاي بتواكب كل الابديتس والتحديات اللي بتحصل في مجال زراعه الاسنان؟ دي كارثه بقى، انت جيتي على الجرح. لان انتشار السوشيال ميديا جاب احباط. ليه؟ انا شايف دكتور فلان هو متميز في الحته دي فبيحط صور وكيسز ابديتس جميله قوي عنده، والدكتور ده اكس وده واي وده زد، كل واحد بيحط حته. المطلوب ان انا ابقى زي اكس وواي وزد، فبيجي لي حاله تشتت فظيعه وبحس بالاحباط. مهما اوصل لليفل بحس ان انا تحت جدا. على فكره دي مشكله كبيره عامله لنا احباط. اكيد بتواجه كمان الشباب الصغير اكتر. بالظبط كده. يعني اذا كنت انا بقول كده امال حد لسه متخرج هيقول ايه؟ فافكر دايما واقول ايه، يعني ده الكلام اللي بقوله لنفسي. لا خلاص مالكش دعوه انت انت مركز. انا في المجال بتاع الامبلانت مثلا في 7 حاجات تحتيه سب سبيشاليتيز، انا هاخد 1 أو 2 اللي انا شايف ان انا متميز منهم وهغمض عيني عن الباقيين خلاص، لان بجد انا اعصابي تعبت في حاجات كده. طيب اكيد طبعا بما اننا بنتكلم عن زراعه الاسنان فاحنا بنتكلم عن حاجه او نوع من انواع الانفيسيف سيرجريز اللي ممكن تتعمل للمريض، فريسك الكومبليكيشنز فيها دايما بيبقى موجود. تتعامل ازاي مع الكومبليكيشن لما بتحصل في العياده؟ بتقنع المريض بيها؟ بتحكي له اصلا ان هي حصلت ولا ما بتحكيلوش؟ فكره الكونسنت، دكاتره كتير ما بتقدرش دلوقتي تاخد كونسنت من المريض قبل ما تبدا شغل، فالحته دي ممكن. السؤال ده طويل شويه، هجزأه عشان اعرف اجاوب على حته. طيب شوفي، انا شخصيا دايما اقول مدرستي حاجه اسمها ارت اوف سمبلستي. دايما محاضراتي اسمها ارت اوف سمبلستي ان كذا. ليه؟ دايما في طريقين. انت ممكن تحلي المشكله بحاجه كبيره قوي، تعملي بروسيدور كبير قوي عشان اصلح المشكله اللي العيان. وانا بقى معتبر انا كاحمد ان عشان انا ابقى شاطر لما اعرف احل العيان الموضوع ده بالمينيمال انفيزيف تكنيك اللي اقدر عليه. والحقيقه ان دي بتيجي باي اكسبيرينس، شويه بشويه بقدر، يعني الدكتور بيقدر يوصل لحته المينيمال انفيزيف. انا بكلمك على ان انا بشوف مريض بعد 15 سنه وبعد 20 سنه وبقارن ما بين ده وما بين ده. لا سنين من الفولو اب. فاللي كانت الدنيا سهله معاه الله على جمال النتيجه، والحاجه اللي كانت مكعبله قوي لا بشوف كومبليكيشنز كتير. فبالتالي انا دلوقتي بحاول الحاله لو مش هتتحل بطريقه سهله بحاول ان انا افويد. وعلى فكره كل حاله ليها طريقه سهله تحلها، بس هو كل واحد والمنتاليتي بتاعته. دي الحته بتاعت المينيمال انفيزيف فروم ماي بوينت اوف فيو. انت لو اخترت ان انت تدخل بالطريقه الصعبه اتحمل بقى. يعني عايز تاخد بلوكات من هنا وكونكت تيشو جرافت من هنا عشان تحطه على المرايه وتصوره وتحطه على الانستجرام والناس تقول لك برافو والله حلو، جو اون، بس استحمل. هي دي الفكره. ده النص الاولاني من السؤال. النص الثاني بتاع البيشنت، طبعا الامر لا يخلو من كومبليكيشنز. الصراحه مع البيشنت مهمه قوي. في دايما كلمه اقولها،
any discussion with the patient before you place your implant considered as a treatment plan. هاخد ودي معاكي، هقولك والله ممكن يبقى عندك كذا كذا. while any discussion with the patient after you place your implant considered as an excuse. ما قلتش ليه يا دكتور من الأول. فيبقى أنا لازم النهاردة كل patient أقول له كل حاجة من الأول على صراحة. ودايما في كلمة كده ممكن يعني patients لو سمعوا البودكاست ده هيزعلوا مني، بس دايما كلمة أقول إيه؟ سود الدنيا للبيشنت. يعني بلاش worst case scenario. أيوة الله ينور عليكي، ما أنت هتطلع من عندي زي الفل ما تخاف. لا لا لا، أنا لازم أكئبه شوية. بص على الأشعة كده، والله حالتك صعبة، والله هحاول بس يعني بس ده ممكن يخلي المريض يقول لك لا خلاص أنا مش عايز. لا، أنا لقيت بقى العكس. البيشنت لما يعني بيحس إن الدكتور مركز في الحالة وبيقول له أصل عندنا مشكلة كذا وكذا، ويجي يقارن بالحد اللي قال له لا هي فيلز إن الدكتور ده دارس أكتر شوية، حاسب كل حاجة. في واحد إنجليزي مرة قال لي كلمة كنت بتعامل معاه، كنت بستورد منه إمبلانتس، اسمه جاري تشابمان. كان بيقول لي إيه؟ أقول له جاري آخر الشهر هدفع لك من 3 ل 4000 استرليني. يجي آخر الشهر معايا في جيبي 4000 استرليني، بس أقول إيه؟ أبعت له 3. يزعل. أقول له أنا مش قلت لك من 3 ل 4؟ يقول لي بس أنت لما تقول لي من 3 ل 4 أنا I'm expecting 4، أنت عايز تبعت 3. لما تبقى ناوي تبعت 3 قول لي من 2 ل 3، هتبعت لي نفس ال3 هبقى satisfied. فأنا بعمل كده مع البيشنت، أنا عارف إني هجيب نتيجة حلوة، بس بحاول إني مش هخوفه، مش هخليه يجري مني، بس يعني ربنا يسهل. هي الحالة صعبة، هو minimize the expectations على قد. الله ينور عليك. بس هي دي حتة الكونسنت، الجزء الثالث من السؤال. لازم البيشنت يمضي على كونسنت، ولو البيشنت ما مضاش على كونسنت انا برفض اني اشتغل له، لان من الحاجات المهمه جدا في التريتمنت بلاننج المنتاليتي بتاعت البيشنت والسايكولوجي بتاع البيشنت. من ضمن السايكولوجي انا في بيشنتس او حالات برفض اشتغلها لاني عارف ان البيشنت ده هيتعبني في حياتي. فمن ضمن السايكولوجي الكونسنت، هو لو رفض يمضي يبقى هو من الاول في نيه الحاجه مش مظبوطه. هو انت عايز تدخل تبقى مغسل وضامن جنه بقى بالظبط كده. فلا انا اي ريفيوز. طب الكونسنت ده على حد معلوماتي الصغيره ان هو مش حاجه قويه قوي قانونا، بس اتليست هي ورقه تفاوضيه مع البيشنت حاله ان حصل مشكله. فطب ما انت عارف وانا متفق معاك من الاول. صح. طيب بما انك بقى اشتغلت جزء كبير من حياتك، او يعني سافرت كتير بره مصر وتعاملت مع ناس بره مصر، الموضوع بيمشي ازاي من ناحيه الكونسنت بره؟ هل دي فعلا حاجه ملزمه للمريض او للدكتور؟ هو الكونسنت ملزم، واللي اهم بقى من الكونسنت ان كل واحد عارف امكانياته كدكتور، بيشتغل على قد اللي هو عارفه. يعني لما بيجي لي ناس زي انجلترا جاي عايز ياخد كورس امبلانت، اقول له طب ايه رايك ادخلك بقى في ساينس ليفتنج وسبليتنج؟ يقول لي لا انا عايز very easy simple case. ده غير بقى لما يجي حد من مصر اقول له كورس بيزك يقول لي طب لا انا عايز الادفانس. طب يا سيدي خد الاول. فلا المنتاليتي هناك انا عايز الشغل البيزك الاساسي وبعدين هتدرج، لان الكومبليكيشن هناك كارثه. ممكن الدكتور يفقد اللايسنس بتاعه. اوكي. طيب احكي لنا كده عن موقف حصل فيه كومبليكيشن مع مريض. هل وصل الموضوع مثلا المريض راح اشتكى، اتعاملت ازاي مع الموقف او قدرت تهندله ازاي؟ هو في مواقف كتير وشكاوي طبعا تمت، وانا بقالي كتير قوي بشتغل فعدى عليا. بس هو الحقيقه الموقفين اللي فاكرهم، مش فاكرهم، هم الموقفين المؤثرين في حياتي. هحكي لك على واحد منهم. ان هم كان في حاله بتاعت واحده ست كبيره ولادها عندهم سلسله محلات جزاره. البيهيفير بتاعهم لما جم ما عجبنيش. الحاله صعبه جدا، والبيهيفير بتاع ولادها داخلين الدخله بتاعت فانا قلقت. وبعدين قلت للدكاتره اللي معايا يا جماعه انا مش هشتغل الحاله دي، الحاله صعبه جدا والنتيجه مش هتبقى حلوه، وبعدين لما النتيجه تبقى مش حلوه هم هيعملوا معايا ايه؟ وطبعا انت بتتكلمي على حاله فول ارش، كانت الايام مش حلوه شويه ساعتها. قمت من النوم الصبح يوم السيرجري، بدل ما اكلمها اقول لها انا اسف يلا تعالي في ميعادك. فحتى الدكتور معايا قال لي دكتور احمد انت مش قلت مش هتشتغل الحاله؟ قلت له يا عم دي فول ارش يعني خلاص. اشتغلت الحاله الحمد لله، كانت جميله جدا. ولكن هم راحوا لدكتور تاني قال لهم ايه ده، الزرعات مش باراليل لبعض. في الامبلانت مفيش اي مشكله الامبلانتس تبقى مش باراليل لبعض، ما انا العظم جاي حالته وحشه فانا بحاول احط. لا الدكتور ده حمار، انا هشيل لك الزرعات كلها وهعيد لك الزرعات. فلما جت الست وهي وطقم ولادها
جايين كلهم، كانوا حوالي 6 ولاد. فقلت لها صعبة وداخلين دخلة مرعبة، وانا خفت بصراحة. قلت له طيب بص، الفيصل اللي ما بيني وما بينك ايه؟ هعمل لها التركيبة، لو التركيبة وحشة مش عايز منك فلوس، لو التركيبة وحشة نتكلم، لكن لو هي ارتاحت لا احنا مش عايزين منك حاجة، احنا عايزين فلوسنا. فخدتني الجلالة مفيش فلوس. بس انا قلت الكلمتين دول وقلت له لا طب خلاص شوفوا انتوا عايزين ايه. انا شفت سطور قدامي. المهم قال لي طيب، قلت له اديني مهله بس اجمع لك الفلوس واجيبها لك. كلمت المحامي بتاعي قال لي شوف الناس دي، قلت له قال لي لازم يمضوا على حاجه ان هم استلموا الفلوس وان خلاص. قالوا لي لا احنا مش هنمضي على حاجه، هناخد فلوسنا ومش هنمضي على حاجه. فالراجل قال لي يبقى هم نيتهم مش حلو، فاحنا هنعمل حاجه معينه كده نأمن نفسنا بيها، شغل محامين وورق وبتاع. المهم عملنا الحاجه اللي هو قال عليها، ولما اديت لهم الفلوس قلت له عد. قال لي لا انا مش هعد، انا واثق فيك. واثق فيا ايه انت مش لسه؟ صمم ما يعدش. خد الفلوس وبعدها بساعه لقيت تليفون، انت دكتور نصاب، انت حرام. يا عم ليه؟ الفلوس ناقصه 4000 جنيه. قلت لك عد. لا انت عارف انت. وقعد بقى يشتم. اديت له ال 4000 جنيه. يعني هم خدوا فلوسهم وخدوا اكتر منها. ليه؟ علشان انا قلت مش هشتغل الحاله، لكن اشتغلتها، فتعلمت الادب. بيبقى مكسب ان انت ترفض المريض. ديفينتلي. خليني برضو اسالك على جزء من اللي انت حكيته في القصه، لما راحوا هم لدكتور تاني والدكتور ده قال عليك ان انت دكتور مش شاطر ومش بتفهم. الاتيتيود ده اوقات بيحصل كتير جدا ما بين الدكاتره للاسف، فده بيبوظ الشغلانه على كل الدكاتره اللي موجودين. صح. فايه النصيحه اللي ممكن توجهها للدكاتره في حته زي دي؟ خليني اقول حاجه مهمه، حتى لو انا بتجيلي اكيد حالات من زمايل وببقى شايف ان الشغل مش حلو، والبيشنت بيبقى مستني كلمه اقولها له عشان عايز ياخد الكلمه دي مني ان الشغل مش حلو. في حاجه واحده انا بقولها which is true، انا مش بدافع عن حد. انا ما شفتش الحاله قبل ما اشتغل عشان اقرر البوست اوبرتيف شكله ايه. ما هو يمكن الحاله كانت صعبه جدا والدكتور ده عمل انجاز، اللي انا شايفه وحش ده هو انجاز بالمقارنه بالحاله. فدايما اقول للبيشنت انا ما شفتش قبل كده كان ايه، ودايما اقول له كلمه، اقول له الدكتور اللي ركب لك الزرعات هو اللي يقدر يحل لك الكومبليكيشن، روح له، انا مش هعمل لك حاجه. ما بحاول ان انا ما اجيبش كلام وحش، لان لو قلت له حاجه وحشه في يوم من الايام، بس للاسف 90% من الناس ما بتعملش كده، ويبقوا عايزين ياخدوا البيشنت ليهم فيشتموا في الدكتور انا الحاله اللي بحكي لك عليها دي في الاخر قلت له على فكره انت عندك حق، روح له خليه يشيل لك الزرعات ويحط لك زرعات تانية، عشان انا عارف هو لما يجي يشيل لها الزرعات هيبهدل لها الدنيا، فزي ما عمل معايا بقى خليهم يتخانقوا معايا. طيب خلينا ننتقل بقى لجزء جديد في الحلقه، ان احنا نتكلم عن التريننج والاديوكيشن. انت طبعا ليك سنين من الخبره في مجال تعليم الامبلانت وتدريس الامبلانت. بيجي لك دكاتره لسه فريش جراد عمرهم في حياتهم ما حطوا زرعه، ممكن يبقوا اول مره يحطوا الزرعه دي معاك. بتبص للموضوع ازاي؟ بتشوف الموضوع قد ايه تشالنجينج ان انت تاخد حد ما يعرفش اي حاجه ويبدا يتعلم حاجه زي كده ويعملها في بق مريض؟ انا بدات من حوالي 8 سنين ان كل سنه اخد الفريش جرادز اعمل لهم انترفيو واخد منهم حوالي 15-16 واحد اقعدهم معايا سنه كامله يتعلموا كل حاجه في الامبلانتس ويمشوا، وشكرا على كده. انا مجرد ان انا بعلمهم وببقى سعيد. طب انا بعمل معاهم ايه؟ انا برميهم. لما علموني العوم زمان رموني في الميه وسابوني، وهو ده اللي علمني العوم. فانا انا طبعا انا بختار حد ببقى عارف انه حد كويس وشاطر، فانا بحدفه. يعني بص الحاله دي فوق السوتشرز واعمل كذا وندهني، وبقول لهم محدش يقف معايا، بس احنا عارفين طبعا لو حصل حاجه هنتدخل، وبرده مش بحطه في حاجه صعبه قوي. فانا شايف ان احسن حاجه يبقى برده هو واقف وشافها كذا مره بعيد طبعا، قبل ما هو يكون على الاقل قضى 3-4 شهور معايا وخلاص، وفجاه كده احدفه في حاجه. ويعني طبعا عارف ان لو في مشكله هيرجع لنا انا والتيم ورك هنتصرف، بس هو ده احسن طريقه. مش هتتعلم طول ما انت على البر. عندنا في اسكندريه يقول لك ايه اللي على الشط عوام ولا عويم. انا على الشط انا بعرف اعوم، طب وريني نفسك في الميه. صح. طيب خليني اسالك برضو، بما اننا بنتكلم عن زراعه الاسنان او انا كدكتور امبلانتولوجيست او اي دكتور سنان عموما، هو كل يوم رايح العياده، هو مش رايح مجرد دكتور لابس والته، هو رايح البزنس بتاعه، فهو سيلزمان في البدايه قبل ما يبقى دكتور.
فللاسف دكاتره سنان كتير مش بحس ان عندهم المنتاليتي بتاعه البيزنس. من اول بقى هو بيسعر الخدمات بتاعته، من اول هو بيعمل بلاننج اصلا للبيزنس عشان يفتح من البدايه، كل الكلام ده. فازاي ممكن توجههم في حته زي دي او يعني تلفت نظرهم؟ انت قلتي كلمه مهمه جدا، ان دكتور السنان هو سيلزمان. ودي كلمه انا عندي كده، كان زمان عندي محاضره عن الماركتنج بتاع يور دنتال امبلانت براكتس، كنت بقول فيها نفس الكلمه اللي انت بتقوليها، ان انت يور سيلزمان لنفسك. بس انت تشبه بالظبط مندوب شركه الادويه اللي بيجي يقعد معاك علشان يقنعك بالدواء، بس انت عندك فرصه. مندوب شركه الادويه لما بيجي لي انا من الاخر كده، هات يا عم العينه واتكل على الله، انا كل اللي انت بتقوله انا مش فاهمه. انت بقى الموضوع مع البيشنت مختلف، لان البيشنت تحت ايدك هو توتالي اوير، هو ما عندوش حاجه غير ان هو قاعد بيسمع الكلام اللي انت بتقوله. فانت هنا عندك يونيك اوبورتيونيتي ان الكاستمر بتاعك قاعد تحت ايدك. انت ممكن تكون بتشتغل له اندو، بس هتعرف تقنعه ان انا هعمل لك امبلانت عشان السنه اللي جنبها انت خليها من زمان، وهو تحت ايدك لازم يسمع الكلام. فدايما اقول ده very precious time from marketing point of view، ان الكاستمر بتاعك توتالي اوير معاك انت، ومش هيقدر ولا هيفتح الموبايل يمسكه ولا هيتكلم مع حد تاني ولا هيسرح، لان هو ما عندوش حاجه غير ان هو يركز مع الكلام بتاعك. فالدكتور اللي مش بيستغل البريشيوس تايم ده يبقى غلطان، ده اهم من اي حاجه. ده حقيقي جدا. برضو نقطه الماركتنج لنفسك، ان انت تماركت لنفسك حتى على الديجيتال بلاتفورمز والكلام ده. انت برضو من الناس اللي اكتف جدا على السوشيال ميديا وبتحب دايما تنزل حاجات تضحك وكده، فانت شايف برضو اهميه الديجيتال ماركتنج دي بالنسبه للدكتور ايه؟ يعني ممكن زمان ما كانش فيه الموضوع ده، يعني زمان ما حدش كان موجود على السوشيال ميديا، وكانت اغلب الناس بتبقى الورد اوف ماوث اكتر. أيوة. هي اللي بتخلي الناس تعرف بعض. دلوقتي يعني اعتقد اللي مش موجود على السوشيال ميديا مش موجود. صح. بالنسبه للناس. والمشكله انت فتحتي مشكله شائكه شويه. لما بنتكلم عن الديجيتال ماركتنج على السوشيال ميديا، الناس كلها بيجي في دماغها فكره اني اروح لشركه اعمل سبونسرد اد. ده موضوع فاشل، لان النهارده كل دكتور اسنان بيعمله. طب انا ايه اللي هيميزني بالنسبه للبيشنت؟ انا هيفرق معايا دكتور احمد ولا دكتور محمد ولا دكتور عبد الله؟ ما كلهم منزلين اعلانات، وبعدين خصم مش عارفه جايبه على خدمه وضمان مدى الحياه. الكلمه اللي بتجنني دي، ضمان مدى الحياه على الزرع. المشكله ان مش هو ده الشق الصح بتاع السوشيال ميديا ماركتينج. لا، انا ممكن اعمل كل ده من غير ما ادفع فلوس. انا شايف ان الصح دلوقتي الفيديوهات اللي بتنزل، الريلز، التيك توكس. انا اكتشفت بناتي لما بيعملوا سيرش، انا احمد لما اعمل سيرش على حاجه بدخل على جوجل واعمل سيرش، هم لما بيعملوا سيرش بيدخلوا على التيك توك. ان انتوا بتهزروا، ده مصادر غير موثوق فيها، اي واحد بيعمل فيديو يهبد. لا، هو ده المصدر بتاعهم. فاكتشفت لا هو بجد كده. فبدات انا شخصيا اعمل الريلز اللي بعملها دي. كنت زمان فرحان باليوتيوب شانل بتاعتي واقعد اقول للناس معلومات، الفيديوهات قليله قوي، لكن اعمل شورت ريلز كده 30 ثانيه اقول فيها المعلومه. الناس بقى عندها شورت سبان اتنشن قوي، وما بقاش عندها طول بال ان هي تتفرج على حاجات طويله. بالظبط. فانت خد بالك، اعمل فيديوهات للبيشنت، بس لما تعمل فيديو بلاش تبقى لكاك. هي زي ما انت قلتي 30 ثانيه، واهم حاجه في ال 30 ثانيه اول 5 ثواني اللي هي تشد البيشنت. فاللي هو ممكن ابدا اقول له ايه مثلا، اتكلم عن البين بوينت بتاعته، المين بوينت، حاجه اللي هو شدته انه يكمل بقيه ال 30 ثانيه. لو فشلت في ال5 ثواني دول هو مش هيكمل خلاص. صح. فهي دي النهارده السوشيال ميديا ماركتينج في الاتجاه ده. انا ما بدفعش الشركه تعمل لي سبونسرد اد خالص. كلام جميل. شركات الماركتنج هتبدا تزعل قوي من الكلام ده. ما هم المفروض برضو على فكره بيتجهوا لموضوع الفيديوهات ده برضو، يقول لك هصور لك فيديو وننزله، بس بيعملوا له سبونسرد اد. اوكي، اعمل سبونسرد اد على فيديو شيق، اوكي دي هتبقى جميله. الفيديوهات هو الكونتنت اوبتمايزيشن دلوقتي بقى هو اهم حاجه، الكونتنت نفسه. حلو قوي كلمه كونتنت اوبتمايزيشن، صح هي تمام. طيب خليني برضو بقى نطلع شويه من الحته ان احنا بنتكلم عن البيزنس وعن الشغل، اللي بتتعامل ازاي مع الضغوط في حياتك في مهنه مليئه بالضغوط زي طب الاسنان. عارفه دايما اقول ايه في الكورس لما بقول لهم دونت اندرستيميت الورك بتاعك، ان انت تاخد فلوس قليله، لا تاخد فلوس كبيره. عشان حاجتين، علشان الامبلانت هو اللي بعد كده احنا اخرنا كلنا هنروح لدكتور عظام عشان فقرات الرقبه والظهر، وهنروح لدكتور نفساني عشان الضغوط. فالامبلانت هو اللي هيدفع لك ثمن الدكتور النفساني.
فطبعا الضغوط دي مشكله كبيره، انا مش عارف الاقي حل. كنت باخد فكره السفر اعمل ريليف شويه، لا ده السفر بقى من ضمن الضغوط عليا. ما اعرفش، مش عارف اجاوب على السؤال. يا ريت لو عندك اجابه ازاي ريليف الضغوط، انا محتاج جدا الموضوع ده. هو اعتقد برضو ان يعني ممكن من الحاجات شويه اللي تقلل الضغط على دكتور السنان احساس الفاليو الكبيره اللي هو بتامباكت حياه المرضى. يعني انت في النهايه برضو بقول لك ايه، فاليو مش مش مقتنع فاليو. بالكلام ده. لا طبعا، هي انت لازم تعملي حاجه لنفسك. انا في حاجه كنت بتكلم لسه مع حد امبارح في الموضوع ده. هو فكره ان انا برضو انا المهنه زي دي عمرها مش طويل، انا لازم اعمل حسابي ان في يوم من الايام يبقى عندي باسيف انكم. ايوه بس بس مستحيل ان انا افضل شغال دكتور سنان لحد ما اموت. صح. مستحيل. شوفي احنا ايام الكورونا كنت بحكي الموضوع ده امبارح لواحد، اكتشفنا ان احنا ممكن نعيش بكميه شغل قليله قوي ونبقى عايشين ومبسوطين في حياتنا. وقررت قلت بعد الكورونا I will slow down جدا وهنبسط واتفسح واروح اغطس واروح اصطاد واشتغل برضو. طبعا خدتني دوامه الحياه، بس لا انا يعني I decided ان شاء الله قبل اخر 24 لازم اكون عملت سلو داون جدا لحياتي، لان ستريسفul قوي. طيب ايه بقى من الحاجات اللي انت بتحبها تعملها في وقت فراغك؟ انت كنت لسه بتقول اغطس، سافر، ايه من الحاجات دي؟ احكي لنا كده. انا بعشق الغطس جدا، بس هو مشكلته انه محتاج وقت طويل. جاء عليا وقت من قريب قوي ان انا كنت على طول بحب اروح العب في الجيم، بيعمل ريليف فظيع ستريس، تحسي انك بتعملي لنفسك حاجه. صح. بس مع ضغط الشغل اصبح الحاجه الوحيده اللي انا بحب اعملها في وقت الفراغ اتفرج على مسلسل. بحب المسلسلات الرعب، هي دي اللي تحسسك بتاخدك كده يعني التنشن. وانا جاي في الطياره، لسه جاي من الطياره عليكي والله من كتر التنشن انا عارف ان في لحظه دلوقتي هيطلع الشبح، فشلت السماعات من ودني وحطيت التابلت بعيد عشان ما اتخضش. دي جميله، دي بتطلعك من التنشن. ادرينالين. ايوه ادرينالين. كلام جميل. طيب انت قلت لي في نص كلامك ان انت عندك بنات. عندك كام بنت؟ عندي بنتين، كلام فريده وفرح. اكيد طبعا انت الرول موديل في حياتهم، عايزهم يطلعوا دكاتره سنان او هم شايفين ان هم عايزين يبقوا دكاتره سنان زي بابا، ولا دي فكره مرعبه؟ هقول لك، خلينا نقول نصين. انا عايزهم يطلعوا دكاتره سنان ولا. فريده دخلت كليه وما دخلتش اسنان، كنت دايما اقول لها ايه، انا نفسي تطلعي دكتوره سنان تكملي مكاني. بس انت صعبانه عليا قوي ان انت تخشي اسنان من اللي بشوفه ومن اللي بيحصل فيهم. فانا نفسي يا بنتي تخشي كليه كده تعيشي حياتك وتنبسطي. فده اللي حصل الحمد لله. يعني هي دخلت بزنس ادمنستريشن مع كمبيوتر ساينس، ده حاجه في الاكاديميه عندنا في اسكندريه. فهي شغلها كله هي قاعده، هي لسه ما اتخرجتش بس شغلها كله ويب ديزايننج، حاجات انترنت. ريلاكس، تنزل تتفسح مع صحباتها وتعيش حياتها. بينما صحباتها بقى اللي دخلوا اسنان يا عيني في مأساة، بيدوروا على اسنان مخلوعه. وعارفه الفيلم ده؟ ايوه عارفه. يعني هي كان نفسها انها تدخل اسنان عشاني، بس انا شجعتها لا مش لازم. صغيره عايز تطلع دكتوره اطفال، بس هحاول ازقها بقى انها تطلع دكتوره سنان، يا اما الكبيره تتجوز دكتور سنان وارتاح بالموضوع ده. طب انت بقى لو رجع بيك الزمن هتختار اسنان؟ تاني. بحبها حقيقي حتى بعد كل ده. طيب خلينا نتكلم شويه عن المشروع الاكبر في حياه دكتور احمد حليم، الجمعيه المصريه. بدات ازاي الجمعيه، او الفكره جت منين؟ هقول لك، لما بدات اعمل كورسات الامبلانتس كانت سنه 2006. كنت تحت غطاء نقابه عندنا في اسكندريه. حصلت بعض الاختلافات فما كملتش معاهم ورحت على نقابه البحيره، بس ما ارتحتش برضو قوي. فقلت طب انا محتاج غطاء شرعي للكورسات، لان انا كنت مصمم. اللي اتعامل معايا في بدايه حياتي ان الناس مش عايزه تعلمني، ومش بس مش عايزه تعلمني، انا واجهت حرب كبيره جدا وانا لسه ضعيف وصغير قد كده وهم قد كده كبار. فقلت مش الكلام ده مش هيتكرر ان شاء الله، ان شاء الله على يدي مش هيتكرر في موضوع الامبلانت. انا وناس تانية كتير طبعا طلعوا معايا في نفس الوقت. فقعدت افكر ايه الغطاء الشرعي لحاجه زي دي. كان معايا مجموعه من الدكاتره وقالوا طب ما نشوف موضوع جمعيه او مؤسسه او حاجه، يبقى حاجه اوفيشال. فعلا بدانا في الموضوع سنه 2009 اشرت الجمعيه في يناير. احنا بقالنا فبراير 2009، بقالنا 15 سنه دلوقتي. وسبحان الله يعني الموضوع اتكمل بسرعه جدا وكان متيسر قوي.
والحمد لله النهارده سو فار الجمعيه في كل مكان في الشرق الاوسط، في ميدل ايست، الشهادات بتاعتنا ويل نون ومعروفه ومعتمده. فالحمد لله انا سعيد جدا، وبربي كادر تاني بعديه، وبحط ناس في المسؤوليه، علشان انا في يوم من الايام لما مش هبقى موجود او هبطل واقعد بقى اقول لهم كفايه كده، الجمعيه يفضل اسمها ان شاء الله مكمل. طب خليني برضو اسالك، ايه اهم الانشطه اللي بتقدمها الجمعيه؟ يعني انا عارفه ان احنا بتعملوا كورسز، هل في حاجه تانية الجمعيه بتعملها غير الكورسات؟ احنا بنعمل مؤتمرات. عملنا 3 مؤتمرات 2018 2019 2020، وبعدها على طول وقفنا عشان الكورونا، وبدانا نستعيد، وكنا في رمضان بنعمل محاضرات كده على استحياء اونلاين. السنه دي عندنا في رمضان مؤتمر اونلاين فيه اكتر من 40 سبيكر، مؤتمر كامل توتالي فري، وجايبين شركات هتدي الناس هدايا. الاتنديز اللي هيحضروا هياخدوا هدايا. سو فار معانا هدايا لغايه دلوقتي ايكويفالنت ل 30,000 جنيه الناس هتاخدها فري. الفكره كلها نشر الاديوكيشن. بعد المؤتمر ده على طول هنعمل مؤتمر على ارض الواقع، هنكمل بقى المؤتمر الرابع بتاعنا. لسه من فتره بدات ادور على اكستنشنز للجمعيه في كل المحافظات. كنت لسه اسالك فعلا ايه البلان الجايه للجمعيه؟ هو اللي انا عملته كده، دورت، بدات نزلت على الفيسبوك، يا جماعه انا عايز اكستنشنز. مين في محافظات يقدر ان هو كيان يبقى هو اكستنشن للجمعيه، علشان يبقى عندنا كل شهر في كل محافظه يوم علمي، حاجات مش بروفيتبل خالص. انا عايز اوصل العلم للدكاتره باسهل الطرق. ده كلام جميل، واعتقد يعني دي فرصه هايله جدا بالنسبه للشباب اللي لسه متخرجين. هيتم ان شاء الله في خلال شهرين كده، هيكون عندنا في كل محافظه فرع ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا الايام العلميه الكتيره اللي الجمعيه هتعملها دي هتساعد جدا الطلبه الفريش جراد تحديدا ان هم يعني يبداوا يطوروا من نفسهم في المجال بتاعهم. فخليني اسالك كده، الناس وهي لسه متخرجه بتبقى تايهه قوي، بيبقى مش عارف يختار ايه ومش عارف يتحرك ازاي، فايه ممكن النصيحه اللي توجهها لهم هم لسه كده في بادئين الرحله؟ نصيحه؟ والله ما انا عارف، الايام بقت صعبه قوي. هقول لك حاجه، احنا كانت دفعتنا 76 واحد، وكنا 5 كليات طب اسنان، كنا متخرجين محتاسين. انا مش متخيل الاعداد اللي موجوده دلوقتي ايه اللي بيحصل، بس خلاص انت طالما دخلت اسنان، انا اقول نصيحه للي ما دخلش اسنان ما تدخلش اسنان الا لو باباك او مامتك او بتاع دكاتره سنان، بس خلاص وقعت الفاس في الراس. تعمل ايه لما تتخرج؟ خليك عارف ان انت داخل سباق، انت في ماراثون معاك 5-6 آلاف واحد بيجروا في نفس السباق، فلازم تطور نفسك. على فكره التطوير النهارده، عارفه اللي مطلوب ايه؟ مش مطلوب دكتور سنان النهارده. انا لما بقول لك بجيب ترينيه عندي قدام ان انا هعلمك امبلانس هديه كده، انا عايز استفيد منك، وين سيتويشن. طب هستفيد منك ايه؟ انا عايز البارادنتال جوبز، واحد بيعرف يصور، واحد بيعرف يشتغل ديجيتال. وعلى فكره دي بقى الحاجه الفظيعه اللي احنا موجودين فيها في المستقبل. هقول لك حاجه قليله قوي، لما انا لسه جاي من ليبيا، فبسالهم السيرجيكال جايد عندكم بكام وبتاع، فقالوا لي اللي بيعمل الديزاين بمبلغ كبير ايكويفالنت للجايد الواحد لحوالي 6000 جنيه، وطباعه الجايد بفلوس. ده احنا عندنا في مصر الجايد كله على بعض ب 1500 او 2000. يعني النهارده انا ممكن لو انا بعرف اشتغل الكلام ده كويس، هقعد اشتغل وانا قاعد في البيت وتجيلي فلوسي وانا قاعد. دلوقتي حتى بقى في لابات بره مصر بتاخد ديزاينرز عايشين جوه مصر ويبعتوا لهم لانه ارخص وهيبقى كله ريموتلي بالظبط. فانت النهارده مطلوب منك كل البارادنتال جوبز. اللي بيعرف يصور ده مطلوب جدا، بيعرف يصور بروفيشنال. الديجيتال مطلوب. الماركتير، يا نهار ابيض، ده انا لو الاقي واحد بيعرف يعمل ماركتينج حاجه رائعه. ده انت الباك جراوند خلاص كده، ده بالظبط، ده انت الايديال. خلاص انت هتشتغل دكتور سنان بس بجانب الاسنان انت هتعمل شغل فظيع، والحاجات دي ما بتاخدش وقت طويل. واحد بيعرف يصور فيديوهات لدكاتره السنان، انت دكتور بس انت عشان زي ما انت قلتي عندك الباك جراوند، دي حاجات رائعه. فجو اون في الحاجات البارادنتال، هي دي اللي مهمه دلوقتي. صح، هي فعلا دلوقتي بقى ناس كتير كمان بتعمل كارير شيفت، يعني مش عايز اصلا يكمل كدكتور سنان، بس بياخد الباك جراوند بتاعته دي ويستغلها في حاجه. انا مش مع كارير شيفت، خليني اقول ايه، لا كمل في الاسنان، يعني ممكن تشتغل حاجه بره، حاجات معاها. فانا اقول ايه، انا النهارده لو لسه متخرج هدور على حاجتين.
انا هاخد كورسات في 1 اور 2 سبيشاليتيز اللي انا حبيتهم في الكليه. وانا بقول كورسات لان الماسترز بقت صعبه جدا دلوقتي، فلغايه لما اتقبل في الماسترز خليني اخد كورسات ادور مين الشخص الويل نون في المكان ده. وعلى فكره الويل نون مش اللي عامل حاجات حلوه على الفيسبوك، لا الويل نون اللي هو ناس اخدت كورسات معاه وبتقول انه كويس. فاخد الدنتال اللي انا بحبه، وكمان البارادنتال فظيع مهم جدا. عارفه من ضمن البارادنتالز الحاجات اللي بيقعد يعمل باوربوينت برزنتيشن حلوه، ده بياخد، احنا عندنا في اسكندريه ما اعرفش عندكم هنا ولا لا الموضوع ده، الدكاتره في سنه 5 بيعملوا حاجه اسمها CCC مشروع التخرج، حاله وبيعملوها فروم A to Z، وعايزين حد يصور بيدفعوا له فلوس كتير قوي، وحد يعمل لهم الباوربوينت برزنتيشن بيدفعوا له فلوس كتير. فانت عندك مصادر دخل زي الفل اهي، سكيل بسيطه جدا انت لو اتعلمتها تقدر بالظبط كده. هو ده دور الحاجات الصغيره دي. طيب خليني برضو اسالك، احنا كنا لسه بنقول ان الدكتور يتعلم عن طريق ياخد كورسات او كده في حاجه زي مجال زراعه الاسنان نفسها. ايه الطرق او الباث اللي قدام الدكتور السنان وهو لسه متخرج اللي ممكن ياخدها عشان يوصل انه يبقى امبلانتولوجيست؟ برضو ارجع واقول لك الاصل في الموضوع لو قدر يعمل ماسترز يبقى دي حاجه كويسه جدا، عشان الناس كلها بتدور على السفر. الماسترز ممكن نسبيا تبقى احسن شويه في موضوع السفر، بس هي مش سهله وغالي قوي، فنقول الاسهل المتاح هي الكورسز. ولما تاخد كورس نقي برضو، اسال ناس اخدت كورس، اسال ناس بتشتغل امبلانت. بلاش والنبي اللعبه اللي بشوفها على الفيسبوك، انا معايا 20 دكتور، اقول لواحد منهم ايه، بقول لك ايه، خش على الجروب قول انا عايز كورس امبلانت، وهوبا وراه دكتور فلان الفلاني، دكتور مقفوشه قوي. وعلى فكره في ناس قاعده شغلتها الموضوع ده، هم بيشتغلوا مع الماركتيرز الشباب اللي على الفيسبوك، فخلاص متفقين معاهم. هي لعبه كل يوم بشوفها على جروبات الفيسبوك. لا مالكش دعوه بالكلام ده، روح شوف دكتور بيشتغل امبلانت زميلك اكبر منك بكام سنه، قول له انت اتعلمت عند مين. ولازم تبقى عارف ان انت مش هتطلع من الكورس بروفيسور، لا في ليرنينج كيرف هتاخده واحده واحده، بس هي دي البدايه. حط رجلك في كورس محترم وسيبك من كلام الفيسبوك. طيب كنا لسه بنقول عن السفر، انت من الناس اللي بتسافر كتير قوي بره مصر، ليه ما فكرتش تستقر بره مصر؟ تصدقي لو قلت لك ان انا بحب البلد هنا قوي رغم كل المصاعب اللي احنا بنشوفها. عشان لما بسافر بره انا بنبهر. انا مثلا انا بحب فرنسا جدا، يعني ما بيعديش سنه الا اكون رحت مره 2 3. بروح اعمل ايه؟ اتمشى وسط الشوارع اتفرج على العمارات. This is my passion. بس انا ما اقدرش اعيش هناك. انا دايما اقول اللي بعمله هنا ما اعرفش اعمله هناك. الحياه الجميله اللي هنا، الحياه الاسريه، الصحاب. انا النهارده ماليش مزاج اروح العياده، مش رايح العياده، هنزل اتمشى، اروح انزل البحر، اقعد في البيت انتخ. اللي احنا بنعمله هنا ده كنز احنا مش حاسين بيه. والغربه ليها ثمن كبير قوي. ده حقيقي. اللي يقدر يدفع ثمن الغربه يروح. طب احكي لي كده بقى روتين يومك الحلو اللي بتقضيه في البيت عامل ازاي؟ طب انا لو موجود في البيت لو موجود في البيت لو موجود في البيت وممكن يكون في جزء من اليوم شغل اكيد يعني. ما هو اساسي. شوف يا ستي، الايام اللي ببقى موجود فيها في البيت انا عندي مشكله فظيعه ان انا نومي قليل، يعني 5 ساعات، ولو نمت 6 ساعات بقوم مبسوط قوي. فهم يعني انا بقوم حوالي الساعه 6:30 7. بدري قوي. يعني يا دوب بتبقى مراتي صاحيه تنزل بنت صغيره المدرسه وتنام، يعني هي وانا ببقى بصحى خلاص ببدا يومي. في الاوقات الطبيعيه باخد بعضي بروح الجيم حوالي الساعه 8:30، العب ساعه واطلع استحمى وافطر وابدا عيادتي على 10:30 11. ابقى قاعد بقى في العياده. انا مش بشتغل غير امبلانتس بس، فبطبيعه الحال مش كل يوم في حالات امبلانت، بس بقى معايا الشباب الصغيرين نفتح على امبلانتس، اقعد اشرح لهم حاجات، اقعد اشتغل على محاضراتي، اقرا حاجه لغايه حوالي الساعه 4. انا الحمد لله يا ربي ان ما بين بيتي والعياده 7 دقائق مشي، والعياده في وشها النادي اللي بروح فيه الجيم، يعني انا ما بسوقش. اسكندريه برضه صغيره بس زحمه مقرفه قوي. ده حقيقي. لا انا نقيت ده جنب ده جنب ده، وعربيتي ما بتتحركش. انا لو عندي مشوار بسوق سكوتر، ما بقدرش اسوق العربيه. واروح البيت كده ارتاح 2 3 ساعات، اتغدى واقعد مع مراتي وبناتي، وبعدين انزل بالليل تاني اروح العياده. الحقيقه بقى السر اللي هقوله محدش يعرفه، ان الوقت بتاع بالليل ده الوقت البرايفت بتاعي
اللي هو لو في دكاتره تانيين في العياده موجودين ممنوع تدخل عليا. انا الوقت ده بلعب كمبيوتر جيمز، بعمل اي حاجه هايفه جدا، اتفرج على المسلسل، بس مش عايز بني ادم، انا عايز احس ان انا لوحدي. طبعا لو عندي بقى كورس قريب او حاجه بقعد اشتغل على المحاضرات، بس ايام كتير بفتح جيم كمبيوتر واقعد العب بيه واقلب لطفل ايه صغير. الجيمز بقى اللي بتحب تلعبها؟ حاجه عجيبه جدا، لعبه من سنه 2006 اسمها كوماند اند كونكر زيرو اور. لعبه قديمه جدا بس بلعب اونلاين ضد ناس، والناس كلهم على فكره اولد ايج كده زي حالاتي، بس احنا بنعشق اللعبه دي. واتفرجي يعني لعبه استراتيجي كده، بقعد ساعتين 3 ناسي الدنيا. بحاول يومين في الاسبوع العب اللعبه دي عشان بس افضي دماغي شويه. طيب بتحب تتفرج على افلام ايه؟ ادينا ريكومنديشنز كده. حاجات لا الاكشن والرعب. بص الرعب بحبه بس ببقى مرعوب وانا بتفرج عليه، ما اقدرش اتفرج عليه لوحدي كده. معلق معاك لسه فاكر؟ مش قادر اقول لك حاجه معينه، اكيد في افلام هقول لك حاجه كتير. جدا. كل ما اجي كورس هنا في القاهره بروح دي بوكس، دي الكراسي بتاعت تتهز. في فيلم بتاع الباتشينو اسمه ريد لايت. الفيلم ده يعني هما فيلمين الحقيقه بحبهم. ريد لايت بتاع الباتشينو هو فيلم قديم بس خرافي، اللي هو انا بحب الافلام اللي هو في اخر الفيلم يا نهار اسود يا ولاد اللذينه واحنا ما كناش واخدين بالنا كل الفيلم كده بلوت تويست كده بالظبط. وفي فيلم مش فاكر اسمه ايه بس بحبه قوي، عن ناس بترجع في الماضي في رحلات، فالمفروض ان هم ما يدوسوش على حاجه، فواحد منهم داس على فراشه وخدها معاه للمستقبل، فعملت حاجه في ايفكت مشهور اسمه الباترفلاي ايفكت، اللي هو اتغيرت الحياه كلها بسبب فراشه خدها معاه للمستقبل. مش فاكر كان اسمه ايه. عندي الفيلم ده كل كام شهر اطلع اتفرج عليه، بحبهم قوي. حاجه انترستنج جدا. المسلسل الرعب اللي كنت بتفرج عليه ده، انا كنت بقالي 5 ايام مسافر، ما قدرتش وانا في الفندق اتفرج على ولا حلقه، يا دوب وانا في المطار وفي الطياره اتفرجت، بس قاعد لوحدي ما اقدرش. كلام جميل. يا عم الموضوع اشباح وحاجات بتطلع وواحد طاير زيرو اور. على طول. في حاجه اسمها جيم رانجر. جيم رانجر ده سيرفر لكل الالعاب، يعني مش زيرو اور بس. اي لعبه عندك اونلاين، لا هو سيرفر كل الناس بتدخل عليه. فانت لما بتنزل الجيم رانجر يبدا هو يشوف العاب ايه اللي عندك على الكمبيوتر، ويبدا يعمل لك الروم. مثلا زيرو اور في مثلا دلوقتي في 60 70 روم موجودين مفتوحين، تدخل تلعب مع ناس. لا 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 الاونلاين ده قصه، لا هطحنك. انت لسه هتبقى نوب بالنسبه لي، يعني الجديد ده بنسميه نوب. هي مش راوندز، هو طول النهار. لا النهارده مش هروح، بكره بالليل بعد الساعه 7. يعني عايز اقول لك هخش لك في روم من الرومز النوبز المبتدئين عشان خاطر عايزين نصايح عامة في الحياة. طيب نصايح عامة في الحياة. اتعلمت كام حاجة كده على مدار حياتي. أولاً أي موقف وحش بيجي، أكيد إحنا بني آدمين بنتأثر وبنتضايق وبنتنرفز، بس والله الحمد لله كل خازوق خدته كان الخازوق ده، عارفة لو يقولك إيه، شلوط سيادتك دفع للأمام. والله بجد ده كل حاجة في حياتي نجاح أنا الحمد لله بفضل الله وصلت له، أدين بالولاء له لإنسان اداني خازوق وقصد إن هو يأذيني. الناس اللي كانت قصده إنها تأذيني دي هم بجد مش عارفين هم قد إيه أنا أشكرهم من كل قلبي. في 3 أشخاص أنا بشكرهم من كل قلبي، لأن على قد ما حاولوا يأذوني هم اللي وصلوني النهاردة لكده. أنا كان ممكن أبقى دكتور سنان عادي جدا، ما بعملش أي حاجة في حياتي غير العيادة، بس هو لأ، أنا علشان أنت عملت معايا كده أنا مش هسكت لك، أنا هثبت لك إن أنا أقدر أعمل حاجة كويسة. فدي أول حاجة، ما تزعلش. طبعا هنزعل أكيد، بس خليك متأكد إن ربنا جايب لك حاجة حلوة قوي. حط الزعل في حجمه بالظبط كده، خليه يوقف بالظبط. الحاجة التانية المهمة، في حاجة ودي كلمة واحد قالها لي زمان، عامل الوقت أو التايم فاكتور. أول ما مثلا هقول لك مثال عبيط كده، أول ما بدأت أدي أول كورس
ولا تاني كورس وجا العيد ايه ده الناس انا اديتهم كورس ما عيدوش عليا ليه؟ انت عبيط يا ابني، انت لسه بتبدا جديد. تايم فاكتور، انا ممكن اعمل مجهود فظيع بس مش هاخد نتيجته النهارده. بيسموه تقريبا اللي هو الايفكت بتاع كرة الهوكي، مش عارف هو الاسم كده ولا لا، بس انت هتعملي مجهود كبير جدا بس كل حاجه هتاخد معاكي وقت، وفجاه هتلاقي ان انت بمجهود قليل بتاخدي حاجات سريعه قوي. هي الحاجات او النتائج الحلوه السريعه دي مش عشان مجهود قليل، لا دي نتائج المجهود الكبير تراكمي. فما تعملش حاجه وتقول الله ما عملش النهارده دايت انا ما خسيتش ليه بعد اول اسبوع. هتخس بعد رابع اسبوع وهتفاجئ ان انت بتاكل كتير بس بتخس، ده بتاع الشهر اللي فات كله. فهي في الحياه بتاعتنا كلها كده. ده كلام جميل، اعتقد هيفرق مع اي حد هيسمعه يعني في يغير في طريقه تفكيره. يا رب يفرق. طيب قولي يا دكتور، بتحب تقرا كتب؟ انا كنت وانا صغير كنت دودة قرايه، كنت احب اقرا ميكي، احب اقرا مغامرين ال5، واحب اقرا جدا، كنت احب اقرا في الفيزياء رغم ان انا يعني بعيد عن الموضوع ده خالص، بس كنت احب اقرا جدا في الفيزياء. ما اعتقدش حد بيقرا دلوقتي غير الكتب العلميه طبعا، بس خلاص الموضوع لو انا عايز حاجه بفتح اشوفها على اليوتيوب، فما فيش غير كتب علميه اللي احب اقراها. الناس كلها بقت رايحه في السكه الفيجوال اكتر من سكه القرايه وكده. بالظبط كده، بس لسه بقرا ميكي برضه لغايه دلوقتي. بس دلوقتي بقى في ترند البودكاست بقى، زي ما احنا بنصور البودكاست كده، ده لذيذ بقى بطريقه لذيذه الناس اللي هي بتسمع بيها معلومات، حتى الكتب نفسها بقى بتتسجل كلها. بالظبط كده، سهل انك تسمعها. بالظبط. احنا خلاص تقريبا خلصنا. مبسوطين جدا ان انت كنت معانا ونورتنا. وانا والله مبسوط ان انا كنت معاكم، ويا رب اكون قلت كلمتين كده ينفعوا الناس اللي بتسمع. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي ليكي جدا. ميرسي جدا.